ماما بصي ده حلوة قوي. فريدة هنجيب توك بس. اللون الذهبي بتاعه يجنن. فريدة هنجيب توك بس. يا ماما بصي الطقم ده هيليق على حاجات كتيرة قوي. فريدة هنجيب توك بس. يوه أنا زهقت، ما عنديش هدوم ألبسها. كل ده ولسه ما جهزتيش يا فريدة؟ مش لاقي حاجة ألبسها يا ماما، ولا حاجة منهم عجباني، وفي هدوم صحابي شافوها قبل كده. وإيه المشكلة؟ مش لازم كل مرة نشوف أصحابنا يبقى بهدوم جديدة. إحنا بنقابل صحابنا علشان نستمتع بالوقت معاهم، مش عشان نشوف عندهم كام طقم. بس أنا محتارة ألبس إيه؟ بصي كده هنتأخر على عيد الميلاد ومش هينفع نسهر كتير، علشان لما أقولك يلا نمشي ما تقوليش ملحقتش أقعد مع أصحابي. طب ألبس فستان العيد اللي فات ولا الطقم اللي تيتا جابتهولي؟ شوفي اللي انتي بتحبيه أكتر وبتحبي شكلك فيه. يلا قدامك 5 دقايق وتخلصي بسرعة. حاضر هخلص في 3 دقايق بس. أما نشوف. ترارارا، ايه رأيك يا ماما؟ جميلة. يلا بقى عشان اتأخرنا، ال3 دقايق بقيوا ساعة. طيب الشنطة لايقة على الفستان؟ أيوة. طب شعري حلو؟ حلو. يلا ولا ايه؟ خلاص يلا بينا. طب فريدة خلاص. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nelly. Happy birthday to you. يلا حالا بلا بحياة منفصل. هيكون عيد ميلاده الليلة أجمل الأعياد. فليحيا منفصل. نيلي شكلها جميل قوي والطقم بتاعها حلو قوي، بس يمكن كان محتاج شعرها يكون مختلف شوي. يكون مختلف ازاي يعني؟ مش عارفة، بس تسريحة تكون لايقة على الطقم كده، تبقى ستايل يعني. أنا شايفة إن نيلي لابسة سلسلة حلوة قوي، وإن الإكسسوارات بتخلي الطقم أحلى. انتي بس عشان بتحبي الإكسسوارات. أصلها بتدي كده شياكة خاصة، ويا سلام بقى لو كان غالية. هي لازم تكون غالية يعني؟ أيوة طبعا، الحاجة كل ما كانت غالية بتخليكي جميلة. بس أنا ماما دايما بتقولي إن إحنا اللي بندي للحاجة قيمة. أقصد يعني إن إحنا أغلى من الهدوم والإكسسوارات الغالية دي. كلامك غريب يا فرح. بصي أنا رأيي ناكل أحسن. تورتة حلوة قوي. أيوة خاصة الشوكولاتة. يلا يا بنات عشان نتصور. أيوة يا ماما. لا ما تتعبيش، اعملي أي أكل وهناكله، العيال بيحبوا أكلك كده. طيب خلاص بكرة هجيلك ونتغدى عندك. عايزة حاجة؟ ماشي يلا سلام. دي تيتا؟ أيوة عزمانة على الغدا بكرة. بس أنا كنت عايزة نروح سوا المول نشتري حاجات قبل ما نروح لتيتا. عايزة إيه يا ديدة؟ دي كلها حاجات بسيطة كده. أيوة إيه هي الحاجات البسيطة دي؟ بصي أنا عايزة طقم جديد زي بتاع نيلي عشان ما عنديش هدوم على الموضة، وكمان عايزة أجيب توك جديدة عشان اللي عندي اتكسروا، وحبة اكسسوارات كده. كل دي حاجات بسيطة؟ أيوة، وأنا محوشة، ممكن أشارك معاكي يا ماما. ويا ترى بقى محوشة كام يا فريدة؟ يعني بتاع 18 جنيه كده وشوية. ودول بقى هيجيبوا كل الحاجات اللي انتي قلتيها دي؟ ما هو البركة فيكي بقى يا ست الكل. لا أنا مش معايا غير إننا نجيب توك، عشان انتي فعلا ما عندكيش، وفي توك ليلى خدتها. ماشي، توك أحسن من مفيش. طيب تكوني جاهزة في الميعاد علشان هنروح لتيتا، ولو اتأخرتي مش هنقدر نروح المول. من قبل ما تقومي هتلاقيني جاهزة. أما نشوف. ماما بصي ده حلوة قوي. فريدة هنجيب توك بس. اللون الذهبي بتاعه يجنن. فريدة هنجيب توك بس. يا ماما بصي الطقم ده هيليق على حاجات كتيرة قوي. فريدة هنجيب توك بس. بصي دول
اختاري بقى منهم، ومش لازم نجيبهم كلهم يعني. ماشي يا ماما. اختار ايه؟ مبروك عليكي، التوك حلوين قوي. ايوه دول عجبوني قوي، شكرا يا ماما. بس انا كنت عايزة اجيب اكسسوارات تاني. ديدا، انتي عارفة انا بحبك قد ايه، وبحب قوي نتكلم سوا. ايوه يا ماما، بس ليه بتقولي كده؟ علشان مستغربة تصرفاتك شوية. ليه؟ هو انا عملت حاجة غلط؟ لا يا حبيبتي، بس بحاول افهم ايه اللي خلاكي عايزة تجيبي كل الحاجات دي، وملاحظة كده انك ما بقاش عاجبك اي حاجة عندك، وعايزة تغيري من لبسك ومن شكلك. علشان الهدوم الجديدة والإكسسوارات بتخلي البنات جميلة، وإني أعمل كل شوية تسريحات في شعري ده هيخلي الناس تشوفني جميلة وتقرب مني. قوليلي يا فريدة، هو انتي بتقيسي طولك ازاي؟ بالمتر، وبشوف كل سنة أنا طولت قد إيه. بس إيه علاقة ده بكلامنا؟ تفتكري في مسطرة أقدر أقيس بيها الجمال؟ إيه السؤال الصعب ده؟ مش عارفة، يمكن بتلبس على الموضة مثلاً؟ بس الموضة بتتغير كل شوية، يعني مسطرة الجمال اللي بنقيس بيها بتتغير. مش فاهمة يا ماما، إيه الفوازير دي؟ يعني مفيش حاجة ثابتة بتقول مين الجميل، لأن ربنا هو اللي خلق كل البشر، وخلق كل حد فينا بجمال مميز. طيب أنهي أحلى، اللي بشرتهم فاتحة ولا اللي بشرتهم غامقة؟ مين اللي خلق الناس اللي لونها فاتح أو غامق؟ ربنا طبعاً. بالظبط، خليقة ربنا كلها جميلة، وكل واحد ليه جماله المختلف. بس البنات الجميلة اللي بتلبس على الموضة الناس بتاخد بالها منهم وبيحبوهم. ممكن تلفت النظر، بس إنهم يحبوها ده ليه علاقة بشخصيتها. يعني إيه؟ تخيلي معايا كده إن في بنت جميلة ولبسها على الموضة، ولما قربتي علشان تصاحبيها لقيتيها بتقول كلام يضايق كل اللي حواليها، ومش بتفكر غير في نفسها ومتكبرة. هتحبي تقعدي معاها وتقربي منها؟ لا، لأني طول الوقت هبقى متضايقة من كلامها وطريقتها. بالظبط، علشان كده مهم يكون الجمال من جوه مش بس من بره. طب إزاي؟ هقولك، بس تعالي في الأول نجيب آيس كريم. إيه ده؟ بجد؟ طب أنا عايزاه بقى بالشوكولاتة. اللي تأمري بيه يا ست ديدا. الآيس كريم طعمه حلو قوي. إيه بقى الجمال اللي جوه وبره ده؟ عشان أنا مش فاهمة، ألبس بيجامة حلوة يعني في البيت ولا إيه؟ لا بصي يا ستي، الشخص الجميل هو اللي بيهتم بشكله من بره ومن جوه، يعني الشخص اللي الناس بتحب تقعد معاه علشان بيسمعهم من غير تريقة، وبيحفظ كمان أسرارهم، وكمان اللي بيساعد وبيحترم كل اللي حواليه. جميل في صفاته يعني. أيوة صح كده، هو الشخص اللي بيعرف يشجع أصحابه لما بيعملوا حاجة حلوة، وتلاقيه دايما لطيف ومبتسم، ولا بيضايق الناس ولا بيضغط عليهم. يعني عشان أكون جميلة أكون بعامل الناس كويس وما اهتمش بشكلي من بره؟ لا، أنا ما قلتش كده، بالعكس، اهتمي بشكلك باللي يكون مناسب ليكي ولسنك، ومش لازم نقلد حد تاني، المهم تكوني انتي. يعني إيه؟ يعني ربنا ادالك مواهب وحاجات انتي شاطرة ومميزة فيها، لما تعرفي ايه اللي عندك وتساعدي بيه اللي حواليكي جمالك هيزيد. طب تفتكري يا ماما ايه الحاجات الجميلة اللي فيا؟ يا ديدا ده انتي مليانة صفات جميلة. يا سلام، زي ايه بقى؟ زي انك شاطرة في المدرسة، وبتعرفي تختاري ألوان حلوة في اللبس والمانيكير، وكمان بتعرفي ترسمي حلوة قوي. ياه، كل ده؟ أيوة، ده غير انك بتهتمي بليلى أختك، وكمان لطيفة مع أصحابك، وبتركزي انك ما تضايقيش حد. ده أنا طلعت جميلة قوي بقى. أيوة جدا. بجد يا ماما؟ انت شايفاني جميلة؟ انت جميلة قوي قوي يا ديدا. أنا بتبسط قوي يا ماما لما بتقوليها. ممكن تبقي تقوليها لي كتير؟ طبعا، انت تأمري يا ديدا يا جميلة.